السلام عليكم. صراحة كل الأخباركم واللي بقوله الحين هذا لوحده شيء آخر. طبعا بالأمس فينيسيوس وكيل أعماله أرسلوا لريال مدريد، قالوا له إحنا على العهد، وإحنا نبغى زي ما اتفقنا نبغى 40 مليون راتب، 40 مليون راتب اللي هو رونالدو في أوج عزته ما أخذها. هذا شيء بس كذا. لا بس في حاجة، يعني شفت انت ال40 مليون اللي انا كنت ابغاها مكافأة توقيع. لا الكلام هذا انساه. الكلام هذا كان اخر فرصة قبل امس، فهمت؟ امس والله الموضوع تغير معايا، والله معليش. مكافأة التوقيع ارتفعت، صارت 80 مليون يورو مكافأة التوقيع، مكافأة تجديد فينيسيوس مع ريال مدريد 80 مليون يورو. السؤال الذي يطرح بلح ويطرح كل شيء في الدنيا: ماذا فعلت لكي أعطيك 80 مليون يورو؟ يعني أنت إيش سويت عشان أعطيك 80 مليون يورو؟ من جد والله العظيم. يعني هل أنت مثلا أخذت كأس العالم؟ لا. هل أنت مثلا طلعت من نصف النهائي؟ لا. طلعت من دور ال 32، من دور ال 16. هل أنت مثلا قدمت مع البرازيل أداء طبيعي إن أنت تكون أفضل لاعب في البرازيل لأنه كلهم فشلة؟ هل أنت مثلا قدمت أداء مع ريال مدريد؟ لا، أنت واحد من أسوأ لاعبين ريال مدريد. هل أنت مثلا يعني وجودك فارق مع ريال مدريد وسبب في حصد البطولات؟ على الأقل آخر سنتين لا، ما حصدنا ولا بطولة بسبب وجودك وبسبب أنانيتك وبسبب يعني مضارباتك مع التحكيم ومع الجمهور. فأنا أكافئك على إيش؟ أكافئك على أنك بتحارب العنصرية الوحيدة اللي أنت شايفها، العنصرية اللي أنت بتكون سبب فيها. أحاربك يعني أعطيك مكافأة 80 مليون بناء على إيش؟ يعني أنت عارف، هذا زي موظف شغال في شركة. الموظف هذا أول سنتين يا معلم قدم أداء أسطوري مع الشركة، جاب لهم مبيعات آخر 3 سنوات الرجال حرفيا بيجي يبصم ويروح. فجأة كذا قال والله يا جماعة شوفوا، أنا لقيت عرض في شركة ثانية، وإذا تبغون أجلس معاكم أنا أباخذ دبل راتبي. لا انقلع. أنت أصلا وجودك في ال3 سنوات الأخيرة زي عدمه. أنت لا فتني ولا جبت لي مبيعات ولا جبت لي أي شيء. أجلسك على أي أساس؟ يعني خلك من إني أجلسك، لا، أكافئك على أي أساس؟ أزود لك راتبك على أي أساس؟ 80 مليون يورو مكافأة توقيع و40 مليون يورو راتب. يعني فينيسيوس جونيور يتجاوز مايكل جوردن في كرة السلة. اي والله. راتب جوردن ممكن يكون 80 مليون. انتوا عارفين طبعا كرة السلة بيخبطوا في الرواتب، فهمت؟ راتب يا رجال ليش جوردن راتب شمخر مو 100 مليون. انا اعطيك 100 مليون على ايش؟ يعني ايش؟ انت ايش قدمت اخر 3 سنوات؟ ايش قدمت لريال مدريد؟ ولا شيء. اصفار، خناقات، يعني مشاكل في غرفة الملابس، فهمت؟ كل شيء انت قدمته سيء. يعني انا اكافئك على السوء اللي انت قاعد تقدمه، اكافئك على المشاكل اللي انت قاعد تسويها. ففعلا شر البلية ما يضحك فعلا. انه هذا البني ادم يطلب 80 مليون يورو، معناها ان احنا فعلا في نهاية العالم. اي والله. الله العظيم. بس عجبني طبعا رد إدارة ريال مدريد، قالوا له شفت تعرف الباب ولا نعلمك طريقة؟ دل الباب، روح انقلع، اوكي، وخذ معاك وكيل اعمالك، ويا ليت وهذا رجاء خاص من خالد الرازحي، تاخذ معاك رودريجو وانت ماشي.
وميليتاو كمان بالله عليك بالمره. فهمت؟ يعني اذا لقيته كويس خذه، فهمت؟ ما لقيته كويس هتلاقيه في المستشفى مليون في المية، وبرضه روح خذه من المستشفى، والكرسي والكرسي المتحرك علي انا. فأتمنى انه البرازيليين كلهم ينقلعون من ريال مدريد فعلا، لانه لا يوجد لاعب برازيلي يستحق اصلا 10 مليون راتب. اي والله العظيم، اي والله. بس هذا بس فقرة كوميدية كذا كنت ابغى اتكلم فيها، عجبتني. واشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.